بقول لكم ايه، تعالوا نعمل مكرونه بالوايت صوص. معايا نص كيلو فراخ، صدور فراخ او بانيه الموجود معاكي. قبل ما اعمل اي حاجه خالص احب اشكر البيت وناسه والخمسة ستة اللي بيدعموني في الفيديوهات بتاعتي. ثانيا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبتدي. انا بقطع الفراخ قطع صغيرة وزي ما تحبي انت تقطعيها، بقطعها بالشكل ده. هجيب طاسة بقى وانزل بمعلقة سمنة او زبدة زي ما تحب، وانزل بقطع الفراخ اللي انا قطعتها واديها بقى تشويحة جامدة. احط بقى بهاراتي بقى اللي انا عاوزة احطها. فلفل اسود، بابريكا، حطيت شوية ملح وكمون. والصراحة انا بعشق الكمون في اي وصفة او في اي اكل، بحس انه بيدي للاكل نكهة حلوة وطعم حلو. انا الفراخ كده بتاعتي خلاص استوت، هشيلها من الطاسة وفي نفس الطاسة من غير حتى ما اغسلها احط معلقتين سمنة وهحط 3 معالق دقيق واديهم تحميرة كده. واكون طبعا وانا بحمرهم مجهزة كوبايتين لبن. انزل باللبن بقى بتاعي واقلب علشان ما تكلكعش مني، واحط بقى برضو بهاراتي، فلفل اسود والملح ومرق الدجاج، ما بحطش غير كده. فلفل اسود والملح ومرق الدجاج الفورية، مرقة عادية المتوفر. طبعا انا بكون سلقة المكرونة نص سلقة كده وسايباها على جنب. هنزل بقى دلوقتي بالفراخ بتاعتي اللي انا عملتها، وانزل كمان بالمكرونة. طبعا اكلة حلوة كلها في حلة واحدة، واقلبها بقى مع بعضها كده. اكلة حلوة وفيها كل القيمة الغذائية. انا دلوقتي هضيف ايه بقى؟ كريمة لباني او كريمة طهي الموجودة يعني. انا حطيت حوالي نص كوباية. سيبها شوية على النار كده وكده خلاص الاكلة بتاعتي جهزت وبقت جاهزة. كل الاطفال بيحبوها، كل الكبار بيحبوها. انا اديت لها رشة زعتر كده لان الزعتر بيخلي طعمها جميل. بس كده خلاص وصفتي خلصت وبقت جاهزة للأكل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتدعموا. كان طعمها جميل جدا.